تشرب العسل جيدا، كنبدا كنصفيها وكنوضعها في الكسكاس. وهذه هي النتيجه تاع الشباكيه ديالي كما كتشاهدوا، كتجي رائعه جدا، الشكل ديالها نتيجه زوينه. صافي غادي ناخذ واحد السكين حاد وغادي نبدا نشكلها على هذا الشكل، كنجبد بهذا الشكل هذا، وغادي ناخذ هذا الطرف هذا وغادي نلصقو مع الطرف الاخر اللي لا على بركه الله. غادي ندوزو للمقادير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو كاس تاع اللوز محمر ومطحون، كنعبر بالطبع بكاس ديال العنبه كنعبرو دائما به. غادي نحتاجو كاس تاع الزلجلان ايضا محمر ومطحون، كاس ديال الزيت النباتيه، وكاس مخلط ما بين زيت الزيتون والزيت النباتيه. غادي نحتاجو صفار تاع بيضتان، وغادي نحتاجو ايضا ملعقه كبيره ديال القرفه باودر، غبره يعني مطحونه. وغادي نحتاجو 2 ملاعق، ملعقه تاع النافع وملعقه تاع حبه الحلاوه، 2 ملاعق كبار مطحونين ومغربلين. غادي نحتاجو الكوزه و2 ضمات تاع الزعفران. غادي نحتاجو 2 خمارات ديال الحلويات. غادي نحتاجو كاس ديال العنبه ديال الزبده مذوبه. وغادي نحتاجو راس ملعقه تاع خميره الخبز و2 ملاعق كبيره ديال الخل. نحتاجو قرعه صغيره تاع ماء الزهر ما يعادل 2 كؤوس. وغادي نحتاجو راس ملعقه تاع المسكه الحره. عندنا 2 كيلو تاع الدقيق ايضا. دابا غادي نبداو ندوزو لطريقه التحضير. غادي نضيفو الكاس تاع اللوز محمر ومطحون فوق الدقيق كما قلت لكم، 2 كيلو ديال الدقيق. غادي نضيفو الكاس ديال الزلجلان، ديما العبار كيكون بالكاس تاع العنبه. غادي نضيفو المسكه الحره، الكوزه. غادي نضيفو 2 معالق كبار ملعقه تاع النافع وحبه الحلاوه، يعني ملعقه نافع وملعقه حبه الحلاوه اللي بطبيعه الحال مطحونين ومغربلين، ضروري ما نكونوا غربلناهم قبل. غادي نضيفو ايضا ملعقه ديال القرفه، ملعقه كبيره ديال القرفه. وغادي ندمجو ديك النواشف مع بعضها بهذا الشكل هذا، كندمجوها جيدا. غادي نضيفو كاس تاع الزيت النباتيه، كاس تاع الزيت النباتيه، وكاس اللي مخلط ما بين الزيت النباتيه وزيت الزيتون، يعني عندنا 2 الكؤوس، كاس تاع الزيت النباتيه والكاس الثاني اللي خلطناه بزيت الزيتون، نصف ديالو زيت الزيتون نصف ديالو زيت المائده. وبالطبع ضفنا الكاس ديال الزبده مذوبه ايضا، هي اللي ضفت منذ قليل، كاس ديال الزبده مذوبه. كنبداو نجمعوا العجين ديالنا بهذا الشكل ديالنا. بطبيعه الحال كنتي عارفه ان الشباكيه ما تندلكوهاش، يعني غير تنجمعوها كما كتشاهدوا معايا. غادي نضيف دابا 2 ضمات تاع الزعفران، دويمات تاع الزعفران، وغادي نستمر في التحريك. غادي نضيف راس ملعقه ديال الخميره تاع الخبز وندمج النواشف مع بعضها. ونضيف 2 خمارات ديال الحلوى، 2 خمارات ديال الحلويات بهذا الشكل هذا. وكنبقى كندمج المكونات مع بعضها. كما كتشاهدوا معايا، كما قلت لكم حنا غير تنجمعوها ما تندلكوهاش. انا ما بغيتش نسرع هاد المراحل باش تشوفوا باش يكون الخطوات كلها مفهومه ومشروحه بالنسبه للمبتدئات. غادي نضيف دابا 2 الملاعق كبار ديال الخل. عندنا 2 الملاعق كبار ديال الخل الابيض بالطبع، 2 الملاعق. وغادي ندمج المكونات مع بعضها مزيان تاني بهذا الشكل هذا. كنمشيو غير بشويه بشويه باش كلشي يكون مزيان وما نساو حتى شي حاجه. صافي كنستمروا تاني تنجمعوا لك العجين ديالنا. ومن بعد كنضيفوا الصفار تاع 2 بيضات، صفار ديال البيضتان كما كتشاهدوا معايا بهذا الشكل هذا.
الصفار ديال البيضتين، وكندمج المكونات مع بعضها بهذا الشكل هذا. طريقه واضحه ومفهومه. كما قلت لكم هذه المقادير ديال اليوم راه تاع 2 كيلو ديال الدقيق الابيض. طبعا كيكون الدقيق الخاص بالحلويات، الدقيق الممتاز. دائما كنستعملوا الدقيق الممتاز. وغادي نضيفوا قرعه ديال ماء الزهر كما كتشاهدوا معايا، قرعه ديال ماء الزهر صافي. وكندمجوا المكونات، ومن بعد غادي نكملوا العجين ديالنا بالماء، الماء الدافئ. بالنسبه للماء راه تيبقى على حسب العجين. المهم عندنا هو في الاخير تكون عندنا عجين اللي قاصحه. المهم تقريبا انا نقدر ندير 2 كؤوس تاع الماء عبار كاس العنبه، يقدر اقل يقدر اكثر على حساب كل واحد والدقيق ديالو. انا تقريبا غادي يكون اقل من 2 كؤوس بشويه، ولكن كيبقى على حساب كل واحد والعجين ديالو. المهم ان العجين ديالنا خاصها تكون قاصحه، يعني الدقيق ديالنا ملي نعجنو ديك الشباكيه تكون قاصحه باش ما تشققش لينا في التشباك ملي نبغيو نخدموها خاصها لابد ما تكون قاصحه. دابا غادي نبدا نضيف الماء، نضيف الكاس الاول وغادي نبدا نجمع العجين ديالي. نستمر بنفس الطريقه وانا كنجمع العجين. غادي نضيف الكاس الثاني، باقي ما كملتوش، هنا ضفت غير واحد الكميه النصف ديالو. المهم كما قلت لكم بالنسبه للماء غير تنكملوا به العجينه باش نجمعوا العجين ديالنا، يعني كيكون على حسب الدقيق ديالكم. يقدر يكون 2 كؤوس ديال العنبه، يقدر يكون بعد ما جمعت العجين ديالي بدلته في واحد القصري بحال هكا باش نتحكم فيه بشكل افضل. وصافي جمعت العجين ديالي كما كتشاهدوا، ما تندلكوش نهائيا، فقط جمعت العجين ديالي بهذا الشكل هذا. من بعد ما غادي نجمعو على هذا الشكل هذا غادي نوضعوه في واحد البلاستيك غذائي حتى غادي يرتاح ليا واحد شويه، عاد غادي نبدا نخدم فيه. وكما كتشاهدوا معايا ضروري ما تكون العجين ديالي قاصحه جيدا، يعني كما كتشاهدوا العجين ديالي قاصحه. العجينه خصها تكون قاصحه باش كتكون الشباكيه ديالنا ناجحه 100%. صافي هنا غادي نوضعها في داك البلاستيك الغذائي او اي بلاستيك اللي عندكم، بلاستيك غذائي صافي. وغادي نسد عليها واحد شويه وغادي نخليها ترتاح. ومن بعد غادي ندوز باش غادي نشكلها على شكل كويرات باش نبدا الخدمه. جمعنا العجين ديالنا جيدا ودرناه في البلاستيك الغذائي باش يرتاح بهذا الشكل هذا. من بعد ما ارتاح لينا العجين كناخذوا العجين ديالنا وغادي نقطعوه على 4 قطع بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا. صافي كناخذ ديك القطاعات نقطعو بهذا الشكل، كنقطعو جيدا وكنشكلو على شكل كويرات، بهذا الشكل هذا. وغادي نوضعو دوك الكريات ديالنا في البلاستيك الغذائي باش يرتاحوا قليلا. كناخذ اول كره اللي شكلت وكنوضعها بهذا الشكل هذا، وكناخذ اللاك ديالنا وكنبدا تنسرحها بهذا الشكل هذا. بالنسبه لهاد الشباكيه حنا غادي نحضروها بدون وراقه، يعني فقط بالمدلك، ومع ذلك غادي تجي زوينه ورائعه كاننا حضرناها بالوراقه ديال الشباكيه. صافي كنستمر بهذا الشكل هذا، كنبقى تنسرح العجين ديالي جيدا بهذه الطريقه هذه. انا غادي ندوز معكم المراحل بشويه بشويه، يعني ما غاديش نسرع الفيديو باش تشوفوا جيدا وتفهموا الطريقه ديال التحضير. صافي كما كتشاهدوا معايا كنستمر حتى كنسرح داك الكره ديالي اللي شكلناها من قبل. صافي كنسرحها بهذا الشكل هذا. من بعد ما نسرحها جيدا دابا غادي نشكلها على شكل مسمنه، يعني بطريقه جد سهله. كنوضع الطرف الاول بهذا الشكل وكنوضع الطرف الثاني ايضا كما قلت لكم. غادي نشكلها بحال كي كنشكلوا ديك المسمن
التربيعه تاع المسمن بهذا الشكل هذا. صافي كنبدا تنضغط، صافي كنسرحها جيدا مره اخرى بهذا الشكل. غادي نستمر بهذه الطريقه هذه. دابا غادي نوضعها في بلاستيك الغذائي ترتاح، غادي نوضعها جانبا ترتاح. وغادي ندير من بعد ما كنكمل الكميه كامله وكنشكلها على الشكل تاع مسمنات بهذا الشكل هذا، غادي ندوز لاول كره اللي شكلتها على شكل مسمنه وغادي نبدا نخدم فيها. غادي نسرحها بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوه معايا بنفس الطريقه. غادي نسرحها جيدا بهذه الطريقه. كما كتشاهدوا معايا الطريقه جد سهله وما احتاجناش نخدموا بالوراقه، فقط بالدلاك خدمنا هاد الشباكيه هذه. يعني اليوم اخترت نديرها لكم فقط بالدلاك بالنسبه للسيدات اللي ما عندهمش الوراقه، لان ماشي الجميع كيتوفر على الوراقه ديال الحلويات، والنتيجه كتكون نفس النتيجه. والا خدمتوا بهذه الطريقه غادي تجيكم الخدمه سهله وما غاديش تخسروا بزاف تاع الوقت. فقط بالدلاك خدمناها بهذه الطريقه وكانت النتيجه زوينه. صافي غادي ناخذ واحد السكين حاد وغادي نبدا نشكلها على هذا الشكل، نقطعها على 8 قطع بنفس الطريقه اللي كتشاهدوها معايا في الفيديو. وغادي نعاود نوضعها مره اخرى في البلاستيك الغذائي. غادي ناخذ القطعه الاولى اللي شكلت من دوك 8 قطع وغادي نبدا نسرحها بهذا الشكل. طريقه جد سهله كما كتشاهدوا معايا. غادي نبدا نسرحها جيدا بهذه الطريقه هذه. كما كتشوفوا كنشكلها نسرحها حتى كتجي رقيقه بهذا الشكل هذا. كنستمر كما كتشاهدوا معايا. غادي ناخذ الجراره ديال الحلويات. غادي نبدا نحسب 1 2 3 4 5 6 كنقطع 1 2 3 4 5 والسادس كنقطع 1 2 3 4 5 والسادس كنقطع 1 2 3 4 5 والسادس كنقطع. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى غادي نكمل واحد الكميه 5 أو 6 قطع وغادي نبدا نشكلهم معكم. دابا غادي ندوزو للطريقه ديال التشباك. غادي ناخذ هاد جوج اطراف الاولين وغادي نوضعهم فوق جوج اطراف الثانيين بهذا الشكل هذا. كنفتح بهذا الشكل وكندوز دوك جوج اطراف اللي بقاو للور باش يولوا عندي 3 في هذه الجهه و3 في هذه الجهه، وكنجبد بهذا الشكل هذا. وغادي ناخذ هذا الطرف هذا وغادي نلصقو مع الطرف الاخر اللي مقابل معاه وكنضغط مزيان. الفيديو شارح نفسه، فقط تبعوا معايا وغادي تشوفوا. كنضغط جيدا، كنتاكد ان داك الجوانب لصقوا ليا باش ما يتحلوش ليا في القليان. كنبقى كنضغط تنقلب ديك الشباكيه ديالي بهذا الشكل هذا وكنضغط على كنقاد شويه وكنضغط على الجوانب بهذا الشكل. كنقرصهم جيدا باش يتسدوا ليا، باش كتعطينا هاد التشبيكه كتجي بحال القليب، كتجي زوينه وسهله وكتعطي منظر زوين. صافي الشباكيه ديالي واجده كما كتشاهدوا. التشبيكه جات بحال القليب، سهله ديال التحضير وشكل زوين وسهله جدا. اي وحده مبتدئه تقدر دير هاد التشبيكه هذه. وغادي ناخذ واحده اخرى وغادي نعاود نشكلها بنفس الطريقه. انا ما غنسرعش المراحل حتى تفهموا معايا. صافي وغنوضع بنفس الطريقه دوك جوج اطراف وكنفتح، كنوضع دوك جوج اطراف للخلف اللي بقاو، جوج فوق جوج والجوج الاخرين كنديرهم للور وكنفتح من الوسط جيدا. صافي كناخذ هذا الطرف هذا وكنلصقو مع الطرف الاخر وغادي نضغط بنفس الطريقه. كنضغط مزيان باش ما تحلش لينا في القلي كما قلت لكم. صافي وكنقلبها، كنضغط على هاد الجوانب. طريقه جد سهله. بهذا الشكل هذا. صافي وغادي نقطع
انا كنفضل نقطع بهذه، كيجيني ساهل نقطع دوك الجوانب بها، راه موجوده عند اللي كيبيعوا اللوازم تاع الحلويات. غادي ندير معكم واحده اخرى باش تفهموا معايا اكثر، وباقي غنوريكم التشبيكه ديال 5، يعني ملي كيكون عندكم فقط 5 خطوط، يعني ما كديروش 6. انا كنفضل هذه تاع 6، ولكن ديال 5 حتى هي زوينه. صافي بنفس الطريقه درت وفتحت الوسط، وغادي نضغط على داك الجوانب، كنجيبهم مع بعضياتهم تنضغط عليهم. صافي غادي نقلب ديك الشباكيه ديالي بسهوله، طريقه جد سهله، ونوضعها فوق سطح العمل، وغادي نورك على الجوانب، نضغط عليهم جيدا، وغادي نقطع ديك الزوائد بنفس الطريقه. طريقه جد سهله، والشباكيه ديالنا كتجي زوينه وعلى شكل قلب وغادي تعجبكم. نزيدو ندير معكم واحده اخرى نفس الطريقه، ناخذ دوك جوج اطراف نوضعهم فوق جوج اطراف الاخرى، والاخر جوج الاخيره كنديرهم الى الخلف بهذا الشكل هذا. صافي وكنفتح الوسط جيدا كما كتشاهدوا معايا، الوسط كنفتحو جيدا. صافي وغنلاقي هاد الجنيبات مع بعضياتهم، طريقه جد سهله كما قلت لكم. انا كنمشي معكم غير بشويه، ما بغيتش نسرع الفيديو باش تفهموا جيدا. كنقرصها جيدا، كنقلب، غادي نوضعها وغادي نضغط، ومن بعد غادي نقطع ديك الزوائد. كنتمنى منكم الا كنتو باقي ما اشتركتوش في القناه تنزلوا دابا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد دائما. بعد ما كملنا التشباك تاع الكميه كامله تاع الشباكيه ديالنا، هذا هو الشكل ديالها كما كتشاهدوا معايا. الشكل ديالها تيجي زوين، والطريقه ديال التشباك ديالها كانت جد سهله. المهم هذا هو الشكل ديالها، غادي نخلوها نغطوها نخليها ترتاح واحد شويه، عاد من بعد غادي ندوزو لمرحله القلي. هنا سخنا الزيت جيدا، ومن بعد درنا النار متوسطه وبدينا كنوضعوا ديك الشباكيه ديالنا باش تقلى. ممكن تستعملوا مقلاة بهذا الشكل، ممكن تستعملوا الكوكوت. في الكوكوت كتسهل العمليه وكتجي افضل. المهم انا هنا استعملت المقلاة لانني سبق في فيديوهات سابقه استعملت الكوكوت. المهم هنا استعملت المقلاة. كنخلو هنا الشباكيه ديالنا حتى كتاخذ واحد اللون ذهبي، عاد من بعد كنوضعوها في العسل. بالنسبه للعسل، هذا هو العسل اللي وجدت انا كما كتشاهدوا معايا، هذا هو الشكل ديالو وهذا هو القوام اللي خصو يكون فيه. كما كتشاهدوا معايا العسل لامع جدا، وفي نفس الوقت القوام ديالو ثقيل ومزيان. هذا هو الشكل تاع العسل اللي كيكون ناجح، وان خصنا نعرفوا ان العسل كيلعب دور كبير في ان الشباكيه ديالنا تكون ناجحه. صافي هنا من بعد ما خدات داك اللون الذهبي كما كتشاهدوا معايا، غادي نبدا نحيد ديك الشباكيه ديالي وكنبدا نطفيها في العسل بهذا الشكل هذا كما كتشاهدوا معايا. صافي كنبدا كنضغط شويه غير بشويه باش ما تهرش ليا الشباكيه ديالي، كنبدا كنضغط بهذا الشكل هذا. من بعد ما كنخليها تشرب العسل جيدا كنبدا كنصفيها وكنوضعها في الكسكاس، وهذه هي النتيجه تاع الشباكيه ديالي كما كتشاهدوا، كتجي رائعه جدا، الشكل ديالها رائع وشاربه العسل، يعني شاربه العسل مزيان ورطبه وزوينه ما قاصحاش، وكتشرب العسل مزيان وهشيشه. هذا دليل على النجاح ديالها. بالنسبه للكميه تاع المقادير اللي عطيتكم، ها انتم كما كتشاهدوا راه عمرات لي السطل تاع الحلويات وشطت لي واحد الكميه تقريبا واحد طاسه صغيره ديال الحلويات، يعني سطل وطاسه صغيره، يعني هذه كتخرج لنا كميه كبيره وفي نفس الوقت كتجي لذيذه ورائعه. الى عجبتكم وصفه اليوم ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد دائما، وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب. شكرا لكم على المتابعه، والى اللقاء في فيديوهات مقبله باذن الله.